موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم. تحب تعرف إيه أسرار المباراة الجاية لمنتخب مصر قدام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم؟ خليني أقول لك 3 أسرار هل هتخليك مستني الماتش ده على نار. بس كالعادة، بس زي ما اتعودنا قبل ما أقول لك الأسرار دي، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك حاجات جديدة مهمة جدا. أول سر عن المباراة دي إن منتخب مصر لحد دلوقتي ما خسرش ولا ماتش في المجموعة ومتصدرها بالراحة، وده معناه إن الفوز قدام بوركينا فاسو يركبنا الطيارة اللي هتسافر أمريكا ونضمن بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 اللي هيتلعب في أمريكا وكندا والمكسيك. الماتش هيكون يوم الثلاث الجاي الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد 4 أغسطس في مدينة وجدوجو، واللي بيرجع يستضيف مباريات دولية لأول مرة بعد غياب 4 سنين. يعني الأجواء هتكون مولعة. كل ماتشاتهم كانوا بيلعبوها بره والاستاد ده مقفول بقاله 4 سنين، لأول مرة هيلعبوا ماتش على أرضهم. تاني سر هقوله لك إن القوة الهجومية لمنتخب مصر عندنا محمد صلاح متصدر هداف التصفيات ب7 أهداف، ومعاه تريزيجيه اللي مسجل 5 أهداف، منهم هدفين في أول 8 دقايق في ماتش الذهاب اللي فات اللي كسبنا فيه بوركينا فاسو في شهر يونيو اللي فات 2-1. الأرقام دي بتقول إن المنتخب مش بس بيلعب على الفوز، لا ده عنده هجوم ناري قادر يخلص أي مباراة في أي لحظة. أما السر الثالث فهو قوة المنافس. ناس كتير فاكرة إن الماتش مضمون، بس الحقيقة غير كده. بوركينا فاسو عندها ثنائي خطير جدا، لاسينا تراوري وبرتراند تراوري، سجلوا مع بعض 8 أهداف من أصل 16 هدف ليهم في التصفيات. يعني فريق عنده هجوم فعال وبيصارع على الصدارة أو حتى على بطاقة الملحق. والأصعب إنهم داخلين الماتش ده بعد ما لعبوا قدام جيبوتي أضعف فريق في المجموعة وفازوا عليه 6-0، وجايين بمعنويات عالية جدا. الخلاصة، الماتش ده مش مجرد 90 دقيقة، دي مواجهة قوية هتحدد شكل المنافسة في المجموعة. منتخب مصر داخل بثقة وحلم الملايين، وبوركينا فاسو شايفة إن عندها فرصة تاريخية. يعني استنى ماتش مليان حماس، ويمكن يكون من أمتع وأخطر محطات التصفيات. في نهاية الفيديو كالعادة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة أول بأول.